ما تكذبيش عليا يا بنتي، فيه ناس شافوكي وانت طالعه لايف على اللي اسمه التيك توك ده. انا ما كذبتش عليك يا امي. انا كل اللي عملته اني خبيت بس، لاني عارفه ومتاكده انك مش هتقبلي بحاجه زي دي. وبعدين ده هما كل اللي طلعتهم مرتين بس، وعارفاني مش هوافق تقومي تعملي من وراي. خلاص، ما منوش فايده الكلام ده، اللي حصل حصل. قولي لي بقى، يا ترى اللايف بتاعك اي نوع من انواع اللايفات؟ وحضرتك عرفتي انواع اللايفات منين يا امي؟ ما تستغربيش، انا صح ست جهله وعلى كدي، بس قبل ما اكلمك خليت ابن جارتنا نزلني البرنامج وشفت كل حاجه بتدور وبتحصل عليه عشان اعرف انا هكلمك على ايه يا بنتي. اللايف ده مش حاجه وحشه زي ما انت فاهمه يا امي، ده انا لو اتعرفت واتشهرت في المجال ده هيجيلي دعم كبير قوي ويبقى معايا فلوس واشتري عربيات وشقق واحقق كل اللي نفسي فيه. كلامك كده عن الفلوس يا بنتي ما مريحش قلبي، كأنك نسيت اللي فضلت طول عمري ازرعه فيكي، وشفتك للناس وهي بيترملها الفلوس عمت عينك عن الصح والأصول. لا طبعا ما نسيتش، بس الموضوع بسيط، ما فيهوش كل اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده. هي كل الحكاية ان انا بدخل العب مع حد جولة، ولو خسرت بنفذ احكام. أني هحاول أمسك نفسي عليكي وما تعصبش، خليني معاكي للآخر. فرضا يا ستي إنك جبتي كنوز الدنيا كلها وحققتي كل اللي نفسك فيه، هتقدري تعيشي بين الخلق وانت رافعة راسك؟ طب هتبصي ازاي في وش أهلك وناسك؟ هتقدري تعيشي ما بين الناس معدومة الكرامة؟ طب لما يجي يتقدم لك عريس يا ترى هيقبل باللي انت بتعمليه في حالك ده؟ وخليكي خلفتي والعريس قبل، هتقدر ازاي تقولي لعيالك الصح والغلط وانت اصلا من فوقك لتحتك غلط؟ انا بصراحة ما كنتش بصل الموضوع كده خالص، انا كنت شايفاها انها جولات واحكام عادية. طبعا لازم الشيطان يهيجها لك انها عادية يا بنتي، ما هي مقابلها فلوس اللي هتشتري بيها كل حاجة، بس نسيتي اياك انها ما هتشتريش الكرامة ولا هيبة الواحد وسط الخلايق، ولا هتشتري كمان الوقت اللي ربنا هيحاسبك عليه ضيعتيه فيه، ولا خلقتك اللي ربنا صورها لك في احسن صورة وانت بتهنيه وبتشوهيه بالاحكام اللي زي الزفت دي. عندك حق يا امي، الموضوع فعلا طلع كبير. انا مش عارفة انا كان فين عقلي لما فكرت التفكير ده. سامحيني يا امي، انا عمري في حياتي ما هطلع لايفات تاني، انا اسفة. كلامي ده يا بنتي مش معناه انك ما تفتحيش لايفات، طالما حابة المجال دي وحابة تستمري فيه استمري، ولكن اقعدي بهيبتك وكرامتك واحترامك واعتزازك بنفسك، واعرف انك غالية وقيمتك عالية قوي يا بنتي بين الخلايق. كل حاجة يا بنتي سلاح ذو حدين، وانت اللي في ايديك تستخدميه اما في الخير او في الشر. انا فعلا كنت محتاجة اسمع من حضرتك الكلام ده دلوقتي، لان تفكيري في الشهرة والفلوس والمكسب السريع خلتني بجد ركنت عقلي وتغاضيت وتعديت حاجات كتير مع ان المفروض انها كبيرة وما تتعداش. بس الحمد لله ان انا ما اتمدتش في الغلط، وفي ايديا ان انا الحق نفسي. ربنا يسترها عليك يا بنتي وعلى بناتنا جميعا، اللهم امين.